السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب يومكم كله يكون خير وبركة ان شاء الله. النهارده هعمل معاكم رز بعدس او الكشري الاسكندراني، طريقة حلوة جدا هتعجبكم، تعملوها في اي وقت لو محتارين تعملوا اكل ايه. تعالوا نشوف مع بعض هنعمل ايه. معايا هنا كوبايتين من الرز المصري، معايا كوباية من العدس الاصفر، ومعايا بصل مفروم، معايا سمن وشوية من الزيت، ده ملح، مرق دجاج وكمون، ومعايا طبعا معجون المستكة اللي انا بقول لكم عليه، انا بستعمله على طول، حاجة جميل جدا جدا في كل حاجة. معايا كوبايتين الرز هشطفهم، انا بحط الرز على العدس، ما بخليش الرز لوحده وبعدين احط العدس، بصراحة بسويهم مع بعض. حطيت شويه من الزيت صغيرين عشان بس السمنه ما تتحرقش، وحطيت بقى حته من السمنه البلدي كده عشان ايه، بتخلي طعم الرز حاجه تانية يا جماعه. سيحتهم مع بعض، وادي السمنه حلوه قوي كده. السمنه طبعا بتخلي طعم حلو للرز، والزيت بيخليه مفلفل، ما يبقاش حبايه لازقه في حبايه، بيبقى متغلف بالزيت كده والسمنه، فبيبقى ايه، مفرفر كده يعني، مش لازق في بعض، مش معجن. وهتشوفوه في الاخر عامل ازاي. هنا البصله هحطها، بصله المفرومه، يا دوب انا هخلي البصله تدبل، انا مش هخليها تحمر، انا مش عايزه البصله تحمر، انا عايزاها بس تدبل. خلاص، هحط هنا بقى الحته من المستكه، ده معجون مستكه، هتجيبوه من اي هايبر ماركت يا جماعه، بيبقى موجود يعني، حته صغيره خالص عشان المستكه ريحتها طبعا قويه، فزي ما احنا شايفين كده، وبتتعمل في الرز ابو شعريه بقى، مش عايزه اقولكم بتبقى رهيبه. هنزل هنا بالكمون وقلبت كويس، وبعدين هنحط بقى مكعب مرق الدجاج، اللي عايز يحط منه يحط، اللي مش عايز يحط براحتكم خالص، بس انا بحب مرق الدجاج بصراحه، بتدي طعم حلو قوي للاكل. شايفين البصله دبلت يا دوب اصفرت يعني. انزل بقى هنا، نزلت بالعدس بالرز، كوبايتين الرز عليهم كوبايه عدس يا جماعه، تخلي طعم الرز جميل جدا جدا، وخصوصا لما الرز والعدس يتحطوا مع بعض. قلب كويس تقليبه حلوه قوي، وبعدين هنا رشه الملح، ما نكترش بقى الملح عشان مرقه الدجاج اصلا بتبقى مملحه. خلاص، نغلف كويس، شايفين متغلف ازاي الرز بالعدس بالسمن والزيت. هنزل بقى بميه مغليه، لازم تكون ميه مغليه يا جماعه، مش ميه بارده، ميه مغليه كده. الرز الميه تغطي الرز، اللي مش عارف يعاير ممكن كوبايه الرز عليها كوبايه من الميه. خلاص كده، انا غطيت الرز بالميه يا دوب يغطي. خلاص، هركنها بقى، هغطي عليها وايه، وهعمل معاكم البصله المحمره اللي انا هحطها على العدس. يلا بينا. معايا هنا بصل هقطعه جوانح زي ما احنا شايفين كده، جوانح او شرايح عادي يعني. هحطهم في البوله، هقطعه زي ما احنا شايفين كده، شرايح او جوانح عادي، زي ما بعمل التقليه بتاعه الكشري. اظن شفتوا الكشري اللي انا عملته قبل كده، ممكن انزل لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف. الكشري الكل كان بيشكر فيه بصراحه، كان رائع جدا. البصل بقى هفكه من بعضه كده لانه بيبقى لازق في بعض، هفكه من بعض، وعشان طبعا عايزينه يبقى مقرمش انا بحط له شويه من الدقيق، اللي عايز يحط نشا يحط، مفيش مشكله خالص، ببدره شويه بالدقيق كده واقلبه كويس. خلاص، واحط زيت بقى على النار، حبه كتار زيت كتير، واسيبه يسخن، واقوم منزله فيه البصل. ما بقلبش البصل كتير يا جماعه، اول ما بحطه يا دوب بس ايه، بفرده من بعض كده عشان ما يبقاش فوق بعض. خلاص،
تعالوا بقى معايا بقى نشوف الرز بعد ما اتعمل، وشوفوا الفلفله بتاعته عامل ازاي، ورائع جدا جدا جدا، وطعمه مش عايزه اقول لكم خرافي. شايفين الرز مش معجن؟ شايفين الحبايه بتنزل من الحبايه؟ بصوا ما شاء الله عليه. انا طبعا عملت جنبه شويه بطاطس محمره، وعشان يا جماعه البطاطس تحبوها تبقى مقرمشه زي اللي بره، زي فرم فريتس والحاجات دي، انا بقوم مدبلها على النار في الزيت شويه، واقوم شايلاها مصفياها في المصفى، حطاها في مصفى او على ورق مطبخ، وبعدها بشويه بعد ما بخلص اللي ورايا بقوم حطاها تاني، ارجعها تاني في قلب الزيت، بتقرمش بقى وبتبقى رهيبه جدا جدا. هنا الرز زي ما احنا شايفين بقى، شايفين الجمال بتاع الرز. هنا بقى التقليه ناشفه مقرمشه طبعا، انا بطلعها في مصفى على طول. اللي لو في بيض مسلوق بقى بتسلقوا البيض وتدحرجوه في شويه في حته زبده، تدحرجوه في حته زبده يعني تحمروه في حته زبده، وتقسموها نصاص كده وتزوقوا بيها بقى الايه الطبق. خلاص. بس انا ولادي قالوا لي احنا مش عايزين بيض، كفايه علينا ده. وحطيت معاه طبعا مخلل ليمون معصفر، برضو كنت مخللاه معاكم قبل كده في فيديوهات كتير، وخللته تاني بس طبعا انا ما عملتوش تاني فيديو لان انا عامله فيديو قبل كده المخلل الليمون. اتمنى فيديو النهارده يكون عجبكم، واللي ما اشتركش معايا في القناه يشترك وفعلوا الجرس يوصلكم مننا كل جديد. واي استفسار او اي تعليق سيبولي في التعليقات، واحب اعرف رايكم في فيديوهاتي. وشكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.